السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، عليه أفضل الصلاة والسلام. معانا أكلة بسيطة كده طبعا وخفيفة وجميلة وهتعجبكم إن شاء الله. معانا زي ما انتم شايفين كده قرنين فلفل، الطماطم، الماجنجان، البصل، بصلتين، وده التوم هاخد منه كده 5 حبات توم، 6 حبات توم. معايا الخضرة، كل ده طبعا انا هقطعه صغير صغير خالص، وطبعا كل ده انا هقطعه صغير صغير. بس طبعا اتمنى اللي اول مرة يشوف القناة طبعا ما ينسينيش باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل فيديوهاتنا. هي طبعا الماجنجان طازة زي ما انتم شايفينه كده اهو حلو. انا طبعا هقوم اغسل كل ده الاول وبعد كده هبتدي اقطعه صغير خالص، والبصل برضو هقطعه صغير خالص كده زي ما انتم شايفينه، والفلفل والخضرة كله ده هقطعه صغير خالص، حتى التوم برضو هقطعه صغير خالص. ودي طبعا اللي هتبقى الأكلة بتاعتنا النهاردة، وإن شاء الله كده هتعجبكم وهيدوم إعجابكم إن شاء الله ليها. ادي كده زي ما انتم شايفين طبعا قطعت كله. ادي قطعت الفلفل اهو، قطعت الباذنجان وقطعت البصل وقطعت الخضرة، وادي التوم اهو، وادي الطماطم، وادي كده طبعا الاكلة بتاعتنا كده فاضل اروح احطها على النار كلها مع بعض وهنقدمها ان شاء الله مع بعض، وهتبقى اكلة حلوة وبسيطة وهتعجبكم ان شاء الله، وان شاء الله هتكون كده عجبكم. وادي حطيت الطاسة الصينية وهحط الزيت. طبعا بياخد هو كمية زيت، مش بياخد زيت الصراحة. هاي أول حاجة هنحط ده، وادي كده زي ما انتم شايفين الباذنجان معانا ابتدى يمرض. أهم حاجة اللي هو يمرض طبعا ويطيب خالص. اهو بصوا زي ما انتم شايفين ابتدى كده يدي اللون الحلو كده الخفيف كده. هبتدي احط يعني الحواش بتاعنا، بس ايه خطوة بخطوة مش كله، اللي هو اهو الباقي اللي قاعد. انا هصحف الفلفل كده بنفس الطريقة، وهبتدي احط البصل ادي البصل. طبعا هسيبه برضو نفس النظام لما يمرض خالص كله طبعا يطيب كله مع كله. واهم حاجة نقلبه كده عشان يدينا اللون اللي احنا عاوزينه. والبصلة بصوا لسه ما طبتش اصلا نهائي، لسه خالص ما طبتش. وادي بعد كده هبتدي احط التوم اهو، عشان التوم برضو من ضمن اللي هيتحمر وكده. برضو هنقلب كله مع بعض. انا مش هفصل الفيديو ولا اي حاجة عشان تشوفوا كل حاجة على الطبيعة. ويها بعد كده هبتدي احط الطماطم وادي كده الطماطم، وهنقلب كده. طبعا مش هنحط اي حاجة تاني من غير الطماطم لما تمرض خالص. وبعد كده هبتدي احط البهارات طبعا. ابتدي بعد كده هحط الخضرة، وبعد الخضرة هقلب كده
وبعد كده هبتدي احط الفلفل، وهتبقى كده مفيش اي حاجة غير الملح والشطة والكمون والكزبرة، وهنحط كله كده مع بعض وهنسيبها طبعا لما تطيب. ادي الفلفل كده هيكون طبعا الخلطة كلها بتاعتنا، المكونات كلها حطيتها على بعض. ادي بس حطيت الملح والكمون والكزبرة ولخبطت كله مع بعض. وهعمل ايه طبعا عشان اسيبها على النار، بس كوبايه ميه، وادي الميه كده وهغطيها اهو. هسيبه طبعا. انا كنت عاوزه اكلمكم عن الغطا ده انا جايباه ب25 جنيه، بصراحه جايباه من على النت، يعني سلفتي جابتهولي من على النت ب25 جنيه اهو. شكله حلو خالص. انا الصراحه جايباه للطاسه تحت الزيت، بس هطلع يا ترى هينفعني في صينيه، في اي اكل، في اي حاجه اهو كده. وهنغطي بيه الطاسه بتاعتنا وهنسيبها طبعا لحد ما هتتسبك. بس هعمل ايه، هوطي خالص على النار كده. انا خلاص هسيبها خالص لما اوطي. انا كده وطيت عليها على النار، وبعد كده هنبقى ان شاء الله هنقدمها مع بعض ان شاء الله. وادي كده خلاص انا خلصت الاكله طبعا، وهبتدي كده اقدمها معاكم زي ما انتم شايفين كده. وادي هي الاكله، وهبتدي كده اعر طبعا الغطا وهوريها لكم. بسم الله اهو. بصوا بقى بعد ما طابت ما شاء الله عليها، الله اكبر، وريحتها حلوه خالص وطعمها جميل جميل جدا. وادي كده خلاص طبعا الاكله بتاعتنا. وادي كده اهو زي ما انتم شايفين طبعا. ادي الاكله بتاعتنا، وان شاء الله هتعجبكم. واتمنى طبعا اللي اول مره يشوف القناه طبعا ما ينسينيش باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد ان شاء الله. وان شاء الله هتعجبكم كده الاكله، وهتقوموا بسرعه تجربوها وهتعملوها ان شاء الله.